مشرفنا ومنورنا. مساء الفل يا هيمه وكل سنه وانت طيب. اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه. استاذنا الكبير ايضا استاذ احمد الخضري مشرفنا ومنورنا. وحشتنا وحشتنا قهوه فايق. وحشك السكالانس. السكالانس اشعر انه سكالانس حصل والله. هو ده اللي بيجيبنا. هو ده اللي بيجيبنا. سكه ودغري بقى خش في الموضوع. ده اللي بيجيبنا يعني. حصل. طيب يعني انا عندي حاجات كتير عايز اتكلم فيها، بس خلونا ناخد راوند سريعه كده. طبعا بالتاكيد على منتخبنا الوطني اداء كبير ومشرف النهارده قدام منتخب السعوديه، وبيدينا انطباع ومؤشر ان احنا ممكن نطمئن على المنتخب. باشمهندس علي، الماتش ده بيقول كده. تطمئن في حاجات، بس خلي بالك من حاجات تانية. ماشي، ايه هي؟ يعني ما انا مش عايز بقى ابقى بايخ وفي الليله الحلوه قوي دي اقول لك الحاجات اللي لو كان اكتملت عندنا كنا بين نموذجين. عارف ايه احلى حاجه؟ انك تبقى واقف على رجلك وكسبان وتبص بعينك على الحاجات اللي ناقصاك عشان تكملها. يعني اهم حاجه عجبتني المنظومه الدفاعيه. كان كل الناس تحت الكره، الفراوده مديه سبورت لخط الوسط، خط الوسط قافل عامل حمايه وخصوصا في الشوط الثاني. المنظومه الدفاعيه في الشوط الثاني كانت كمان احسن من الشوط الاول. لكن الطلوع بالكوره هو ده اللي لو كان عندنا الطلوع بالكوره زي ما ظروف الماتش كانت بتقول، اسرع شويه وادق شويه، كنا عملنا حاجه يعني اكتر من اللي اتعملت دي من ناحيه الشكل. ماشي، من ناحيه الشكل. لكن اللي عاجبني بقى ان اختيارات الكابتن حسام انصفته. صحيح. مفيش حد تقدر تقول عليه يعني خذله. ايوه. وبعدين انت طلعت النهارده، بس مشكله انت نجم الشوط الاولاني زيزو. ايوه. نجم الشوط الثاني هيثم. لما يجي نجم النجوم بقى هتتصرف ازاي؟ ان والجبهه حلوه لما يجي لك صلاح. خيره حلوه. لا يعني هيثم ده اكتشاف. قرارات سليمه، هدوء، ثقه بالنفس، ستايل، بيدافع، بيدي سبورت، شايف الفرقه، بيقدر يصنع لعب، بيقدر يعدي. يعني اضافه قويه للمنتخب. تجان من احلى الاشواط اللي لعبها المنتخب من سنين. اقسم بالله سكالانس وحش. ايه رايك؟ اتفضل يا اداء كان متميز جدا. حسام عمل جيم، وواضح ان احنا كمنتخب مصر بننجح في طريقه اللعب دي اللي كلنا تحت الكوره، والشغل يبقى في المساحات، وده نجحنا فيه في الشوط الاولاني وجبنا 3 اهداف. في ايجابيات كتيره في المباراه وفي سلبيات. السلبيات دي حاجات بسيطه جدا. لما يكتمل عقد الفريق ويبقى فيه احتكاك اقوى من كده، اعتقد ان السلبيات هتبان اكتر. طب ماتش اسبانيا الايجابيات طبعا هيثم ده كان مفاجاه بالنسبه لي. يعني اول مره اشوفه. لعيب كويس ولعيب تقيل على الكوره وعنده ثقه وبيدافع كويس واعتقد ان هو مكسب كبير للمنتخب. فيتو، بص يا هيما، هو ماتش فيه مكاسب كتير كماتش ودي. انا شايف ان اهمها في حاجات بسيطه، ان معظم اللعيبه اللي راح المنتخب دي راحوا وهي مش في احسن حاجه على مستوى المعنويات والثقه. لسه الانديه طالعه من افريقيا وفي لعيبه كتير مش احسن مستويات ليها، فلما تكسب 4 والناس تجيب اجوان وتاخد الثقه والناس كلها تشيد بيهم، دي حاجه معنويه، حاجه محترمه جدا. من ضمن المكاسب عبد المنعم، حتى لو نزل 5 دقايق بس، برافو عليك. ثقه ما بعدها ثقه. لعيب مدافع من يوم ما اتصاب عبد المنعم. هو واحد بس، يعني هو عبد المنعم واحد بس في لا بامانه يعني. كنت اتمنى ان طول الفتره شويه يعني تبقى بس واحده هو جاي من اصابه طويله. 5 دقايق اصلا دي ما لحقش يلمس كوره مرتين. ممكن يعني يزقه. هي حاجه معنويه. حاجه معنويه اكتر منها بالظبط. ان هو يعود بعد الفتره دي. انت من يوم ما عبد المنعم متصاب المكان ده عندك فيه مشاكل يعني. ايه؟ كابتن حسام؟ مش لا تجانا؟ لا انت نقدت كابتن حسام؟ ابراهيم اللي قال. فاكر. وكمان ابراهيم، ماتش النهارده عجبني في كابتن حسام انك لعبت بطريقه مليون في المية هتبقى مختلفه عن ماتش اسبانيا. انت بتشوف الخصم بتاعك عامل ازاي والمنافس بتاعك عامل ازاي، فانك تنجح وتطلع بمكاسب كتير زي ده في ماتش ودي، انا شايف ان هي حاجه ممكن تبني عليها. صحيح. مش هينفع اقولها تجاه. عشان تقول مش هينفع اقولها بصراحه. اتفضل يا كابتن سيد. يعني انا بشوف ماتش مهم جدا لمنتخب مصر. يعني فتح الله اتكلم في نقطه مهمه، ان اللعيبه بقى لها فتره مش في حالتها. ده اول ماتش مثلا لمنتخب مصر من 15 سنه. كل ماتشات منتخب مصر حتى لما كان بيكسب
نطلع بعد كل مباراه اصل احنا كنا بندافع بس. اصل احنا كان عندنا مشاكل كتيره جدا، كان عندنا 2 لعيبه كويسين والباقيين وحشين. اول مره تشوف منتخب مصر بيدافع بشكل كويس وعنده حاجه بيلعب عليها، هو بيهاجم. النهارده انت بتروح للجون بسهوله، لعيبه بتتحرك باريحيه كتيره جدا، معظم اللعيبه اللي في الملعب بيلعبوا هم مرتاحين، ودي مش طبيعه للعيبه كلها خلال الفتره الاخيره او خلال السنين اللي فاتت كلها. على طول بتلعب مضغوط. النهارده بتلعب ما معكش اهم لعيب في تاريخ مصر واهم لعيب، واحد من اهم اللعيبه في العالم، محمد صلاح. غيابه بالنسبه لك طبعا طبيعي جدا هيبقى مؤثر جدا. واحد من الحاجات برضو كابتن عادل بيتكلم في هيثم بدايه، بس احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لان صلاح في موضوع تاني خالص. موضوع صلاح في تاريخ كبير، صلاح امكانيات عاليه. ما قارناش، بس احنا عندنا دلوقتي تنوع حلو يعني. لازم يبقى عندك عندنا مستقبل، لازم يبقى عندك 1 و2 و3. وارقامه حلوه النهارده، 45 دقيقه لابس كوره 27 مره، مراوغات 2 من 1. خلي بالك برضه ما غلطش. انت مصطفى فتحي لما كان بياخد كان بيأدي بأداء بص نسبه نجاحه في التمريرات 93%. يعني مصطفى في المكان ده برضه انا معاك جدا يا ابراهيم ان هي اضافه لمنتخب مصر، اضافه في الاختيارات. انت لما يبقى عندك لعيبه كتير بيبقى اضافه، ان انا اما يبقى عندي 4 5 لعيبه غير اما يبقى عندي 2 لعيبه انا داير ما بينهم. فانا بشوف ان مباراه النهارده لا مهمه كتير جدا لمنتخب مصر. المباراه الجايه مهمه اكتر لمنتخب مصر، ماتش اسبانيا. بغض النظر عن النتيجه انا اتمنى اشوف الشكل اللي شفته النهارده، فرقه بتدافع وهي معاها الكوره بتهاجم، ده الطبيعي بتاع الكوره. انما مش فرقه مثلا هتدافع 90 دقيقه وهنستنى نشوف النتيجه كام. فانا اتمنى اشوف ده يوم الثلاث، يبقى ماتش مهم لمنتخب مصر، نفس الاداء نفس المردود اللي احنا شفناه. كل الناس مبسوطه النهارده ليه؟ سيبك من ان انت كسبت 4 عشان الاداء شكله حلو، لعيبه شكلها حلو في الملعب، الناس بتحب تتفرج على كوره. صح. استاذ ابراهيم، شوف هي يعني انا عايز احيي الجهاز الفني. مبدئيا الاختيارات كويسه جدا، اصبح في وفره مميزه لعدد كبير من اللعيبه. انت النهارده عامل فرقتين تقريبا وعندك ناس بره كويسه قوي. انما النقطه الكويسه قال عليها محمد صلاح المعسكر اللي فات ان دي افضل اجواء هو عاشها داخل المنتخب، ودي لازم نحيي عليها الجهاز الفني. واضح جدا الروح جوه الفرقه كويسه قوي، علاقات اللعيبه مع بعضيها ومع الجهاز واضح انها كويسه قوي. الاختيارات فيها نسبه كبيره كانت من البدايه، اسلوب اللعب اللي بدا بيه في احترام كبير للمنافس. حسام بادئ محترم السعوديه قوي وده شيء كويس. التحفظ اللي كان عليه وان الفرق كلها تحت الكره باستمرار اعتقد جايه من انعكاس او جايه نتيجه احترامك للمنافس وقلقك من المباراه. الارضيه الكويسه، الجمهور الكويس، الحضور، الاجواء، الحاله المعنويه خلقت صوره حلوه قوي، بالاضافه لتراجع مستوى منتخب السعوديه. انعكاس او جايه نتيجه احترامك للمنافس وقلقك من المباراه. الارضيه الكويسه، الجمهور الكويس، الحضور، الاجواء، الحاله المعنويه خلقت صوره حلوه قوي، بالاضافه لتراجع مستوى منتخب السعوديه عن قبل كده. فكل دي ساعدت المساله، لكن اشوف ان هيثم مكسب كبير، واتمنى ان احنا 3-4 هيثم كمان، لانه في كتير من ولاد المصريين اللي في الخارج اللي محتاجين اكتشاف. نقطه مهمه دي صحيح. انبش بقى دي لازم تبني عليها ولازم تروح لكتير من العناصر الشابه اللي بره. صحيح. صح. طيب هو اهم ما في الموضوع ان الكابتن حسام راهن على اختياراته. ما عجبتش الناس كتير، انا منهم اللي في الاول الاختيارات انه مصمم على لعيبه معينه في الدوري ما ظهروش بالمستوى اللي يؤهل لكده، لكن واضح ان لا، في غير الدوري غير الدوري ماشي خالص. وهو ان حسام حسن اثبت كده، واثبت ان هو بيلعب بطريقته، ان اللعيبه كلها ترجع تدافع واللعيبه اللي ترجع كوره. يعني لعيبه الاهلي تحديدا اللي هم شفناهم دول لا ما شفناهمش من كام يوم. ده حاجه غريبه برضه. ما ده لغز كبير. ما تقوليش اصل يعني واضح ان ده مدرب. واضح ان هو المدرب اللي بيلعبهم تحرر او نفسي تحرروا من الضغوط، تحرروا من حاجات كتيره. فلا ده الاهم مكسب برضه اللعيب نفسه. اللعيب يعني انا يوم طب ما اللعيب اللي بيلعب هنا السبت وحش، يوم الاربعاء بقيت كويس. طب ايه السبب؟ لا ما انت لازم تجاوبني. يعني ما انت كده ما جاوبتنيش. بص يا اكيد ما خدتش حقنه عشان ابقى كويس. ايوه يبقى كل المدربين بتقال 100% بيقولوا لهم اللي يفقد الكره يرجع يدافع. انت نفذت النهارده كده حرفيا، كل اللعيبه ما بتنفذش وانت في ناديك. يبقى سيطره مدرب. ما هو لا
ممكن مش مختلف سيطره معاك يا باشمهندس عادل، هو مش مختلف معاك، هو إيه؟ بالعكس هو بيقول لك دي عند اللعيب، مش بتاعته، دي عند اللعيب، اللعيب عنده رغبه هنا وواضح ان هو ما عندوش رغبه هنا. بس طيب ده او يعني مستسهل شويه في النادي الاهلي. لكن انت ده رايح على كاس عالم، عايز اثبت وجودي بقى، صح، وعارف ان انا مع مدرب لما في 1000 واحد، ايوه في منافسه داخليه بقى، دي اهم نقطه في منافسه داخليه وفي عناصر هسمع كلامه وهسمع ده بالنسبه لهيثم، لا ده اكتشاف، وانا مش عايز برضو نخش، وشايف السوشيال كلها بتقارن بينه وبين صلاح، انا ماليش دعوه بالمقارنه، بس ده لازم يبقى موجود، لازم يبقى موجود، يعني مش معنى كده انه محطوط، ده اكتشاف، واحنا لو دورنا بره هتلاقي كتير كده، انت بالصدفه. هو انت محمد صلاح ما انت ده لعيب مستوي، مش على محتاج فكره حاجه. ده هيثم ده ممكن يخليك تاخد القرار اللي انت كان لازم تاخده من مده، ان محمد صلاح ده يبقى الفيرود بتاعك. ليها حل، لكن هو لعيب لانك انت عندك مشكله في الحته دي بقى، اضافه مهمه جدا جدا، يعني الهدف اللي جاي بدري طبعا ده فرق جدا مع منتخب مصر، والمنتخب السعودي طبعا مش ده المنتخب السعودي. النهارده زيزو اثبت انه ناحيه اليمين مختلف، مختلف، واخد راحته اكتر. طيب هنتكلم بقى في الاهلي والزمالك كلاهما معا بعد الفاصل على طول، علشان نخش في تفاصيل، انا عارف كمان الناس كلها مستنيه تسمع من نجومنا وكباتننا، فخليكم معانا بعد الفاصل.